السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا بعتبر الفيديو بتاع النهاردة اهم فيديو لمحصول القمح ومزارع القمح في مصر والعالم العربي. وطالما انت وصلت للفيديو بتاعنا ده طبعا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس واقعد وكده وانتخ وشوف الفيديو للنهاية عشان في معلومات وفي حاجات مهمة جدا. ندخل في موضوعنا. طبعا اشتكى بعض مزارعي القمح الفترة الأخيرة عن ظهور أعراض بياض يعني أو جفاف جزء من سنابل القمح زي ما هتشوفوا في الفيديو من صور الإصابة وكده زي ما انتم شايفين قدامكم كده. طبعا أنا بحثت وقلت لازم أجيب لازم أعرف الإصابة دي إيه وأوصل المعلومة كاملة للناس، لعل وعسى حد يستفاد من كلامي ده طبعا. وانا الحمد لله متاكد من الكلام اللي بقوله، زي المهندسين الكبار ما بيقولوا تشخيص سليم هتحصل على العلاج ايه سليم. المهم خلينا في موضوعنا الاساسي. هنقسم الموضوع ده، موضوعنا يبقى سؤال وجواب. يعني هنقول السؤال ونجاوب عليه. السؤال الاولاني: ما هو اسم المرض؟ اسم المرض هو لفحة السنابل في القمح، والمسبب المرضي له هو فطر فيوزارين. ماشي. السؤال الثاني: ما هي الظروف الملائمة لانتشار المرض؟ الظروف الملائمة لانتشار المرض اللي هي الرطوبة العالية زائد الحرارة المعتدلة أو الدافئة. زي اليومين دول كده، يومين تلاتة شتاء ويومين تلاتة تانيين تلاقوهم حار، وكده الجو من حار لسقعة ورطوبة إلى وبرضه من سقعة لحار. والظروف الجوية دي ملائمة جدا لظهور هذا الفطر، مما يؤدي طبعا لظهور مرض لفحة سنابل القمح. السؤال الثالث: ايه هي اعراض الاصابة؟ ما هي اعراض الاصابة؟ تبدأ اعراض الاصابة على السنابل بعد عملية طرد السنابل بفترة قصيرة، وتظهر على هيئة ابيضاد للسنابل وجفاف جزء من السنبلة زي ما هو ظاهر امامكم في الفيديو في الصور وكده. السؤال الرابع: ما هي مواعيد حدوث الإصابة؟ تحدث الإصابة بعد عملية طرد السنابل، حيث تنتقل جراثيم الفطر من النبات المصاب إلى السليم عن طريق الرياح والهواء، وتحدث الإصابة للنباتات السليمة وبالتالي تصاب الحبوب وتكون حاملة للمرض في العام القادم. السؤال الخامس: إيه ما هي الأضرار الناتجة عن المرض؟ المرض ده بيعمل إيه في الجمح؟ أول حاجة تجعد الحبوب وتلونها باللون البني الفاتح، وبالتالي يقل المحصول وبالتالي تقل القيمة التسويقية للمحصول. اتنين: كان ينتج عن البذور المصابة مادة سامة تعرف باسم فيمتوكسين، وهذه المادة ضارة على الإنسان والحيوان. السؤال السادس طبعا: ما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ لابد أن تتم الزراعة طبعا ببذور من مصدر موثوق منها، يعني بتجيب التجاوب بتاعتك من حد ثقة ويكون شكاير مكفولة ومرشمة وحاجة حد كويس يعني. وطبعا التجاوب لما بتجيبها بتكون معقمة بمبيدات فطرية زي السيرم، أو زي احنا زي ما احنا بنقول فلاحين بنقول اسمها الأجزة. احنا زي ما احنا بنقول احنا فلاحين بنقول اسمها الأجزة طبعا. ولو ظهرت عندك عود او عودين او ثلاثة مثلا في الارض مثلا كلها، طبعا يتم خلعها واعدامها بالحرق او مثلا الدفن وكده. السؤال السابع طبعا بعيد عن الارض مثلا عشان ايه تولع فيها وكده. السؤال السابع وده يعتبر اهم سؤال: طبعا ظهرت الاصابة عندك في محصول القمح ومش عارف تعمل ايه، طبعا في طرق كيماوية اللي هي المكافحة الكيماوية. طبعا ما هي طرق المكافحة الكيماوية؟ طبعا في حالة ظهور أي نسبة إصابة ضرورة لابد الرش يا جماعة الخير، يعني مفيش حل، لازم ترش بمبيدات فطرية. حيث المادة الفعالة هنقول لك المادة الفعالة طبعا، عشان لو مش مثلا توصل على المادة الفعالة توصل للمبيد اللي انت عايزه. عشان مثلا لو مثلا انت بتتابعني من اي مكان في مصر او بره مصر، المادة الفعالة التريازول، او دي مادة فعالة. المادة التانية سيوفانات ميثيل او التريازول، دي مادة ودي مادة. طب مبيدات زي ايه مثلا؟ زي مبيد اكتيميل اكتيمايل 70%، ومبيد كومبينكس 70% برضو، ومبيد برضو توبسين ام 70%، ومبيد دلما 50%. وفي طبعا دي كلها مبيدات فطرية وفي غيرها كتير. المهم يكون مبيد كويس ويقضي على هذا المرض ده، عشان بصراحة وبجد المرض ده مدمر للجمح. وطبعا لو نزل في الجمح عندك خلاص قول يا رحمن الرحيم على الجمح عندك، وطبعا بيخلي الجمح ما بتجيبش محصول
ولو جاب محصول بتخليه مثلا الحبه، لما الحبه زي ما قلت لكم تبقى لونها بني فتح كده ومبرومه ومجعده. طبعا انت بتبيعها، ممكن تبيعها ويقول لك انا هاخدها منك علف للمواشي التاجر، ويقول لك ويبخس حقها ومحصول، يبقى انت ضيعت ايه، زرعتها بطول سنه على الفاضي. ماشي. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده برضو في فيديو قبل كده، وايه اللي هي توصيات لمزارعي القمح، هسيبه لكم طبعا في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اهم حاجه في الفتره دي يا جماعه الخير المتابعه اليوميه للارض. يعني لو كل يوم هتروح تبص على الغله بتاعتك والقمح بتاعك وتشوف فيه اصابه مثلا، لفحه، صدى، من مش عارف ايه، لازم تتابع القمح بتاعك عشان دي اهم حاجه، عشان تشوف، عشان تكتشف المرض بسرعه. ما تسيبش المرض لما يتحكم في الارض كلها وبعد كده تقول يا ريتني ايه لو بصيت على الغله وما بصيتش والكلام دي. ماشي يا جماعه الخير. وانا كده طبعا وصلت لنهايه الفيديو بتاعنا، يا رب اكون وصلت المعلومه. طبعا لو كملت معانا الفيديو طبعا الاخر، شاركنا برايك بتعليق حلو منك كده، ولو عجبك اكتر اعمل له مشاركه عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين ومزارع الجمع في العالم العربي وفي مصر. يلا، السلام عليكم.